يا مساء الفل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بكل صحة وخير وسعادة. النهاردة جايب لكم اختراع من المستقبل، حاجة جديدة أول مرة نعملها في القناة، مش موجودة وما اتعملتش كتير. يلا بينا نبدأ الفيديو، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش لايك، سبسكرايب، فعل زرار الجرس، ويلا بينا. تعالى أوريك أحسن اختراع ممكن تعمل بيه حاجات ما تتخيلهاش في حياتك. كلنا طبعا سمعنا عن الهولولينس اللي عملتها مايكروسوفت علشان تقدر تشوف بيها الحاجه بالبلدي كده مجسمه، او تقدر تشوف بيها الحاجه فيرتشوال رياليتي او في ار. النهارده هوريك حاجه جديده مختلفه خالص، وهي اسمها الميكس اي ار. كلنا طبعا عارفين الهولولينس اللي اتعملت علشان الاي ار، الاوجمنت رياليتي، ولكن النهارده هوريك حاجه بتتفوق عليها في حاجات كتير جدا، بتتفوق عليها بدرجه كبيره، قد تكون وصلت لضعف القوه بتاعتها. تعال نشوف ده ازاي. اللي هنتكلم عليه النهارده هو نضاره ماجيك ليب 2، لان كان في اصدار 1 وده احدث اصدار اللي هو ال2. الاصدار ده مش موجود كتير. هوريكوا ايه الفرق بينه وبين الهولولينس، وهوريكوا ازاي بيقدر يديك حاجات ما تتخيلهاش، وازاي تقدر تستخدمه في البيزنس بشكل كبير جدا. ده شكل النضاره لما بتيجي من جوه. ده الجهاز او يعتبر ميني كمبيوتر صغير فيه كل حاجه. هنشوف ده بيعمل ايه بالظبط، وده جسم النضاره كامل. تعالوا نتفرج عليها جزء جزء. نتكلم اول حاجه عن النضاره، عن الديفايس نفسه. الموضوع ما بقاش فكرة ان بتعمل الموضوع ده كترفيه او بتتفرج على حاجة ترفيهية. قدام او قريب جدا هتلاقي عمليات بتتعمل بالنضارات دي في دول. ممكن تعمل عملية في انت في دولة والمريض في دولة تانية. هيبدأ الموضوع يبقى مختلف بشكل كبير جدا. هيبدأ الموضوع يعتمد ان انت دلوقتي عشان تجرب عربية او تجرب حاجة، مش لازم تروح لحد المعرض عشان تجرب العربية. لا، انت هتدخل جوه العربية وهتشوف كل تفاصيلها وانت قاعد في مكانك. علشان تزور مدينة تشتري فيها بيت، مش هتبقى محتاج انك تروح عشان تشتري البيت في المدينة نفسها. لا، انت هتتفرج على المدينة كاملة قدامك وتتفرج على كل حاجة كأنك رحت بالظبط. الموضوع اكبر من ان هو يكون تسلية او لعبة. دلوقتي في مشاريع كاملة بتتعمل بالنظارات دي، والدليل على كده ان احنا لما بنبص هنا هنلاقي ان احنا نقدر بكل سهولة لو بتلبس نظارة نظر تقدر تشيل الجزء ده وتحط العدسات النظر بتاعتك. لان انت لو دكتور او حد بيعمل عملية او بيعمل حاجة دقيقة هتبقى طبعا محتاج نظارة النظر بتاعتك. هاخدكم كمان في تجربة بيها، بس نكمل محتويات العلبة. نيجي تاني حاجة للكنترولر. الكنترولر ده لما هنشوف التجربة دلوقتي هيخليك تتحرك زي ما بتتحرك بالماوس بتاع اللابتوب. بتقدر تتحرك هنا وتحرك السيستم كامل، وتقدر تجيب الحاجة لحد عندك او تبعدها او تعمل اي افكت بالكنترولر. اخر حاجه هنتكلم عليها وهو الديفايس اللي جاي مع النضاره، وده يعتبر ميني كمبيوتر. كمبيوتر عليه السيستم كله. لو انت عندك شركه او بتعمل حاجه هتحط السيستم بتاعك هنا. لو انت عامل سيستم خاص بعربيه بشركه بمصنع باي حاجه هتحط السيستم بتاعك كامل وتقدر تدخل. يلا بقى ندخل ونشوف التجربه بعينينا مع بعض. يلا بينا نبدا تجربه الماجيك ليب، وركزوا معايا في اللي هتشوفوه واللي انا بعمله. هنقول لها هي ماجيك ليب ستارت فيديو. هي دلوقتي زي ما شفتوا بدأت تصور. هنبدأ هنا ندوس دلوقتي على كومبوننت فيو اهو. اتفتحت قدامنا النضارة. هنبدأ نطلع كل جزء لوحده اهو. ناخد كل جزء لوحده. تقدر بسهولة جدا تتفرج على اللي جوه النضاره. وده اللي انا بقوله لك، لو انت عاوز تتفرج على عربيه زي ما انا شايف العدسات وشايف كل حاجه زي ما انتوا شايفين كده. شايف؟ هبدا اعلم على كل حاجه. قال لك انر كفر. هبدا احط السهم هنا مثلا. قال لك دي الفليكس سنسور. ده مثلا السبيكر موجود فوق اللي هو اللي لونه ازرق ده. وكل حته ده البروجيكتور. ده كذا ده كذا ده كذا. ولو عملت هنا ريست هيرجع النضاره زي ما انتم شايفين لوضعها الطبيعي. وزي ما شفتوا دلوقتي ده التوضيح اللي كنت عاوز اوضحه لك، ان الموضوع الفي ار او الاي ار ما بقاش موضوع ترفيهي. الموضوع بقى مختلف جدا، بقى موضوع بيزنس بحت. زي ما شفت النضاره، شفنا التوجل بتاعها او كل حاجه عن النضاره، الكومبوننتس الداخليه بتاعت النضاره. تقدر تشوف الكومبوننتس الداخليه بتاعت العربيه، بتاعت بيت انت بتاخده، بتاعت اي حاجه تقدر تشوفها. الموضوع ما بقاش هزار، الموضوع بقى بيزنس كبير. وهنعمل فيديوهات ان شاء الله موسعه
عن النضاره. وحابب اشكر شركه اي تي كورنر في الامارات العربيه المتحده، انها كانت اول واحده توفر النضاره دي ليا ان انا اجربها. والنضاره دي على فكره مش موجود منها غير 6 قطع في الشرق الاوسط، ومش سهل انك تجربها. بشكر تاني شركه اي تي كورنر. ولو عندك اي استفسار ما تنساش تسيبهولي في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه. سلام.